السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوري أبطال أفريقيا وصراع الثواني الأخيرة في جولة الحسم يتوقف في نقاط وأرقام وتفاصيل. 4 فرق زعمت الهلال رائد المجموعة بتتصارع من أجل خطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، وما في أي فريق من الأربعة ضامن نفسه متأهل أو خارج البطولة حتى صافرة النهاية. الهلال بيدخل مباراته امام ضيفه سانت الويلابوبو الكانغولي بملعب اماهورو بالعاصمه كيغالي بفرصتي الفوز او التعادل، بينما يدخل خصمه سانت الويلابوبو بفرصه وحيده وهي الفوز. على الجانب الاخر بنلقى مولودية الجزائر اللي بحل ضيف على مولودية صن داونز الجنوب افريقي، والمولودية تدخل اللقاء كذلك بفرصتي الفوز او التعادل لضمان التأهل، بينما يدخل صن داونز صاحب الارض بفرصه فقط لضمان التأهل. وخلونا نتوقف في ارقام وتفاصيل وحسابات الهلال في الجولات ال5 السابقه عشان نضع النقاط فوق الحروف ونعيد ترتيب حساباتنا للمنافسه في بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب نمسك النقاط دي واحده واحده بشكل تفصيلي. خلونا نمسك كبدايه الشق الهجومي. الشق الهجومي بنلقى الهلال ثاني اقوى خط هجوم مع الاهلي المصري ب8 اهداف، والقائمه دي بيصدرها بيراميدز ب11 هدف. طيب اجمالي التسديدات في كل المباراه بنلقى غونفا هو الاكثر تسديدا في المباراه ب 2.4 تسديدات على الاقل في المباراه. اما اجمالي التسديدات الدقيقه تجاه المرمى فبنلقى في 3 لعيبه هم اللي بيسددوا او سددوا على المرمى في كل مباراه، اللي هم روفا والغربال وكولوبالي. طيب لو نزلنا لوسط الملعب ومسكنا صناعة اللعب وصناعة الأهداف بنلقى كولوبالي ب3 وروفا ب2. التمريرات الحاسمة في المباراة أي دقة التمرير بنلقى روفا وكولوبالي الاثنين فقط، وبنسبة يعني تقدر تقول أقل من تمريرتين في المباراة. المراوغات الناجحة في كل المباراة دي هنا براعة الهلال. بنلقى جان كلود ثالث لاعب في البطولة كل المجموعات من حيث المراوغات بعد بن شرقي وصمويل لاعب ريفرز يونايتد. بعده بيجي كولوبالي في القائمة في المركز ال17 وإيبولا في المركز ال41 في القائمة. بنلاحظ انه الهلال عنده سلاح ما قاعد يستخدمه نهائي اللي هو سلاح التسديدات من خارج الصندوق الا ما ندر، ودي بالتحديد الهلال اقل فرق المجموعات تسديدا في المباراه، لكن التصويب الدقيق تجاه المرمى تحديدا الهلال عنده في الميزه دي وبيحتل المركز السادس بين فرق المجموعات ال16، اي بدليل انه احرز 8 اهداف. طيب في ارقام المنظومه الهجوميه للهلال وخلينا نشوف ارقام الخطوط الخلفيه. بنلقى انه الهلال عنده عده مشاكل في خط الدفاع وخط الوسط، ودي في ال5 جولات بتتضح لنا انه الهلال ما خرج باي كلينشيت واستقبل 7 اهداف كثاني اسوء خط دفاع مع بعد ريفرز يونايتد مع سانت الويلابوبو وسيمبا، ودي اشكاليه كبيره جدا في خط الدفاع الهلالي. النقطه دي بالتحديد بنوضحها في الاحصائيات الجايه. نسبه الاستحواذ الهلال في المجموعات دي في المركز ال14 بنسبه الاستحواذ 40.6، بعد طوالي دي سانت الوي لابوبو في المركز ال15 ونلعب المالي اللي تاخر امبارح اقل فرق المجموعات استحواذا. الكرات الطوليه الدقيقه من الخلف الهلال بيحتل المركز ال13 اي قبل الاخير ب3 مراكز، ومنافسه سانت الوي لابوبو في المركز الاخير. طيب تشتيت الكرات الهلال بيحتل المرتبه الاولى كاكثر فرق المجموعات تشتيتا للكرة، ده بوضح انه ما في اي بناء هجمات من الخلف منظمة. بناء الكرات من الخلف باتت من اهم ميزات كرة القدم الحديثة للتمرحل والبناء وربط الخطوط، الخروج بالكرة من الخلف، الدفاع، ثم المحاور، ثم الأظهرة. طيب نسبة الأخطاء في التمرير الهلال بيحتل المركز ال14 كثالث أكثر الفرق وقوعا في الأخطاء بعد سيمبا والملعب المالي، ودي إحصائيات تفصيلية بصورة عامة لشكل الهلال الدفاعي والهجومي. وحنرجع في حلقة لاحقة بنتكلم بشكل أعمق عن تحليل فني للمباراة القادمة أمام سانت الوي لابوبو الكانغولي في الجولة السادسة أي جولة الحسم، وبعدها نضع الكرة في ملعب المدرب ريجي كامب واللاعبين نتمنى لهم التوفيق في خطف بطاقة التأهل بفوز مريح وكاسح تأمين صدارة
المجموعة. كل الأمنيات القلبية لهلال الملايين بالتوفيق وخطف بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.